يا جماعة أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا كام حدوتة النهاردة كده نتكلم فيهم، وتعالوا ندخل في أول تفصيلة معانا. هي ليها علاقة بوسام أبو علي، أو خليني يعني أقول لكم زي العنوان انتوا شايفينه كده، مفاجأة وسام أبو علي. طيب، كلام زايد دلوقتي. وسام راجع مصر ولا لأ؟ وسام رايح الأهلي ولا رايح بيراميدز ولا ممكن يروح الزمالك ولا هيعمل ايه؟ يعني دنيته فيها ايه؟ وسام اشترى بيت؟ لأ، ده وسام البيت ده كان شاريه من سنتين. لأ، ده استثمار. لأ، الراجل كده كده حابب إن يكون ليه إقامة دايمة في مصر، وأسرته اللي هتقعد فيه. كلام كتير في قصة وسام تحديدا. طيب، أنا اتكلمت مع حد قريب جدا من وسام أبو علي، مش مصري أكيد يعني. أه وسألته بوضوح، وسام راجع مصر ولا لأ؟ يعني الراجل ضحك وقال لي: وسام مين اللي راجع مصر؟ بص، أنا بقول لكم يعني إيه. طبعا هي مش بنفس اللهجة يعني. اللهجة طبعا مختلفة يعني، والجنسية مختلفة. مش هقول الجنسية، الجنسية طبعا المصدر ده، ولكن يعني مش مصري خالص يعني. مهم. ف يعني باللغة المصرية بتاعتنا قال لي: انسى. قال لي: وسام بنسبة 90% السنة الجاية، الموسم الجاي، رايح البريمير ليج، رايح الدوري الإنجليزي. قال لي: وكلاء اللعيب شغالين على الدوري الإنجليزي، إن هم يجيبوا له عرض من الدوري الإنجليزي، وفي اهتمام بيه. في اهتمام من شركات كبيرة بوسام أبو علي إنها تحطه في الدوري الإنجليزي، مع نادي بقى طالع من الشامبيون شيب للبريمير ليج في الموسم الجاي، مع نادي في البريمير ليج. أكيد مش هيروح النادي من الستة الكبار مثلا ولا السبعة الكبار. مش هيروح توتنهام مثلا، أو توتنهام هيهبط السنة دي، لكن أنا بكلمكم يعني في الفرق اللي هي برستيج كبير. يعني مش هيروح مثلا أستون فيلا، مش هيروح أرسنال أكيد، ولا ليفربول ولا مانشستر، ولا بس هيكون في البريمير ليج. ده التارجت بتاع وكلاء وسام، وده تارجت وسام. فلما اللي بيجي المقربين منه يجي يسمعوا فكرة إن أهلي بيراميدز العودة لمصر، مع كامل الاحترام، الولد عمل تاريخ في الأهلي، استحالة، استحالة يتنسي. وهو بعد ما يعتزل، فترته مع الأهلي دي هتكون فترة أيقونية بالنسبة له يعني. فلكن اللي هيسمع يعني الكلام ده هو أو وكلاء هيضحكوا، لأنهم شغالين في اتجاه تاني خالص يعني. فما فيش وسام.